لو بتدور على سي ار ام لشركتك، خد بالك في دراسات بتقول اكتر من 60% من الشركات بتفشل في تطبيقه صح. ده مش علشان النظام وحش، ده علشان بيقعوا في نفس الغلطات اللي هقول لك عليها دلوقتي. اول غلطه انك تشتري سي ار ام من غير ما تحدد هو هيحل لك ايه. انت عايز تزود التحويلات او الكونفرجنز بتاعتك، ولا تتابع العملاء المحتملين اللي بيجوا لك، ولا تنظم خدمه العملاء؟ كل هدف من دول بيحتاج اعداد مختلف تماما، وده السبب اللي بيخلي ناس كتير تشتري نظام غالي وفي الاخر ما يستفدش اي حاجه. تاني غلطة عندك انك تبص على المميزات مش على القيمة اللي انت هتاخدها. يعني يقول لك النظام فيه اي وفيه اوتوميشن، بس السؤال هنا انت شايف المميزات دي هتخدم شغلك فعلا، ولا مجرد فيتشرز شكلها حلو وخلاص؟ السي ار ام الصح هو اللي يخلي فريقك يشتغل اسرع، مش اللي يعقده. تالت غلطة ودي اخطر واحدة، انك تشتري النظام وتسيب الفريق من غير تدريب. اغلب انظمة السي ار ام بتفشل مش بسبب النظام، فشلها فعليا بيكون بسبب ضعف التدريب عليها. يعني الفريق مش فاهم يستخدمه ازاي، وده بيخلي السي ار ام مجرد برنامج معمول عشان يتعمل له مينيمايز على الديسكتوب. رابع غلطه انك تختار نظام مفيش فيه امكانيه التكامل مع باقي الادوات اللي انت بتستخدمها. علشان كده انت لازم تتاكد انه بيشتغل مع الايميل والفورمز والموقع وحتى الاعلانات، لان لما الادوات مش بيبقى فيها تكامل مع بعض البيانات بتضيع والمبيعات كمان. اخر غلطه هنا انك تبص على السعر وتنسى الار او اي. ممكن نظام ارخص يضيع لك وقت، وممكن نظام اغلى يوفر لك الالاف في تنظيم الشغل. انا عايزك بقى تشوف السي ار ام مش مجرد تكلفه، ده استثمار ليك في طريقه ادارتك للعملاء. الخلاصه بقى ليك كصاحب بيزنس، قبل ما تختار السي ار ام اسال نفسك 3 اسئله: انا عايز احل ايه؟ فريقي هيقدر يستخدمه ولا لا؟ وهيكمل مع الادوات اللي عندي ولا ايه؟ لو جاوبت على دول صح، مش بس هتختار المناسب ليك، هتسبق المنافسين بتوعك بخطوات.